بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده هنتكلم فيها شويه عن الرمان. هقولك ازاي تشتري الرمان من السوق ويطلع معاكي رمان مسكر وطعمه حلو، وكمان ازاي نخزن الرمان معانا ويفضل فريش من السنه للسنه بمكونات اقتصاديه وسهله وطريقه مضمونه، وكمان ازاي نقدمه مع بعض كده في الكاسات بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي نفصص الرمان. لو عندك 20 كيلو من الرمان هنفصصهم بأسهل وأسرع طريقة ممكن تفصصي بيها رمان من غير ما يسود ايديكي وياخد معاكي وقت ويوسخ معاكي المطبخ، بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. أول حاجة وانا بشتري الرمان، واحنا بنشتري الرمان هجيب الرمانة بتاعتي يكون الحجم بتاعها مدور زي ما احنا شايفين كده، ما تكونش واخدة بروز، ويكون الجزء اللي فوق اللي هو العنقود ده مقفل عليها كده، معنى كده ان الرمانه بتاعتي استوت وبقت تمام. وكمان لما اضغط على الرمانه كده تحس ان هي بتطلع معاكي صوت طرقعه كده، يبقى الرمانه دي مستويه ومسكره. دي المواصفات اللي انا وانا بشتري بيها الرمان يكون طعمها حلو. وكمان لو فيها فتحه من الجنب كده معنى كده ان الرمانه دي استوت كويس جدا، وكمان فتحت من جنب من كتر ما هي استوت وطعمها مسكر. هاخد بقى الرمان بتاعي ده اغسله كويس جدا تحت الحنفيه عشان لو في اي تراب موجود في الحته اللي فوق دي، ونشوف هنفصصه مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. ودي اسهل طريقه بالنسبه لي في تفصيص الرمان. غسلنا الرمان بتاعنا كويس جدا وشلنا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. هجيب عندي بوله هبدا افصص فيها الرمان، وهجيب بقى السكينه بتاعتي وابدا افتح الرمانه زي ما احنا شايفين اتنين كده بسكينه، زي ما بنفتح الليمونه كده. زي ما احنا شايفين الرمانه طلعت معانا حمرا وجميله جدا بالمواصفات اللي احنا قلنا عليها. بعد ما فتحتها كده اقلبها بقى على وشها كده، وابدا ان انا اكسرها بايدي 1 2 3 كده لحد ما اوسع بس مكان لحبيبات الرمان تنزل معايا. واجيب بقى بظهر سكينه او معلقه كبيره او اي حاجه موجوده عندك في المطبخ، وابدا اخبط عليها من فوق كده، هتلاقي كل حبيبات الرمان بتنزل معاكي بكل سهوله. ودي بالنسبه لي اسهل طريقه انا بفصص بيها الرمان، احسن ما تفتحيها وتبداي تطلعي القشره البيضه ومش عارفه ايه كل ده، ولا بتنزل معاكي قشره بيضه ولا اي حاجه. مجرد بان انا بفتحها واخبط عليها كل حبيبات الرمان بتنزل بكل سهوله. وكمان الطريقه دي بتكون منجزه وسريعه جدا، ومبيسويش كمان معاكي الايد زي اي طريقه تانية بتقعدي بقى تفتحي فيها الرمان وتفصصيه وتطلعيه. دي لو 20 كيلو من الرمان هتفصصيهم بمنتهى السهوله في اقل وقت. كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين طريقه سهله وبسيطه. هنا خلاص انا كنت خلصت كل الكميه تقريبا، ما اخدوش معايا بالظبط 5 دقايق. وده الرمان اللي طلع معايا. ازاي بقى نقدمه مع بعض الرمان ده ونخزنه؟ اول حاجه لو احنا هنخزنه في الفريزر عندي بضيف له سكر. لازم تضيفي للرمان سكر حوالي 3 4 معالق كده من السكر، او حسب رغبتك في الرمان بتحبي فيه سكر قد ايه. واقلبهم كده وفي اكياس واعبيه واشيله في الفريزر، ويفضل معاكي فريش من السنه للسنه. تعملي بيه عصير، تطلعيه تاكليه كده، تستخدميه في تزيين حلويات، بيكون سهل جدا. طب لو احنا هنقدمه في كاسات بقى بضيف عليه شويه من الميه ودخله التلاجة لحد السكر ده ما يدوب بيتشرب معايا من الرمان. وبعد كده نقدمه في كاسات زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. بيكون طعمه حلو، وطبعا السكر ده بيكون حسب الرغبة. انما لو هنخزنه ما نضيفش عليه اي ميه ونعبيه في اكياس ونشيله في الفريزر. كده حبايبي يكون خلصنا وصفتنا النهارده. اتمنى ان انا اكون في نهايه الفيديو قدرت اقدم لك معلومه مفيده وسهله وسريعه. ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناه لو انت لسه مشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. وكده باقي الكميه اللي فضلت معايا احطها في بوله في التلاجة تفضل معاكي لمده اسبوع. يلا بنقول مع بعض مع السلامه.